دي بعض النصائح وأنا بشتري أجهزة المطبخ. البوتاجاز ال90 فرق بينه وبين البوتاجاز ال60 عين واحدة. السلكة بتاعت المواعين دي ما بيتجرحش. يرجع زي القمر. طيب بكام ده؟ ومساحة صغيرة في الفرن لو فري ستاند. ولو المساحة عندي صغيرة البوتاجاز ال60 سنتي سواء فري ستاند أو بيلت إن بيخدم كتير في التصميم. البوتاجاز ال90 فرق بينه وبين البوتاجاز ال60 عين واحدة ومساحة صغيرة في الفرن لو فري ستاند، وبالتالي 4 عيون في الطبخ مش حاجة قليلة خالص بس انت شغالين كلهم. ولو على قد العزومتين اللي بنعملهم في السنة مش هنستخدم ال5 عيون برضه. والفرق في مساحة الفرن بين ال60 سنتي وال90 سنتي مش فرق كبير أوي، هات انت بس الصواني الكبيرة اللي بتدخل الفرن واستغلي مساحة الفرن بطريقة كويسة. أهلنا زمان كانوا بيشتغلوا على البوتاجاز الأبيض ال4 عيون وكانوا بيعملوا أكل ل6 و8 أفراد. السلكة بتاعت المواعين دي ما بيتجرحش. يرجع زي القمر. طيب بكام ده؟ البوتاجاز ال90 سنتي بيحتاج شفاط 90 سنتي، البوتاجاز ال60 سنتي بيحتاج شفاط 60 سنتي. حجم الشفاط ممكن يقل أو يزيد بالنسبة للبوتاجاز مش ضروري قوي، بس المهم إن هما الاتنين يكونوا سنترد مع بعض. والفرق بين البوتاجاز 90 سنتي و60 سنتي 30 سنتي. 30 سنتي دول بيبقوا تحت وفوق وبيفرقوا جدا في تصميم المطبخ وفي الشقة. والأهم من كده المطبخ لو في شقة إيجار يكون أفضل لو جبت بوتاجاز 60 سنتي بيكون سهل مع تصميم المطبخ، وخصوصا لو الشقة داخلها غاز عشان ما اغيرش مكان الغاز. ممكن تروح شقة ما ينفعش اغير مكان ماسورة الغاز، والبوتاجاز ال90 ده في الشقق الإيجار بيعمل مشكلة كبيرة. وزي ما قلنا الفرق حوالي 30 سنتي فوق وتحت، ودي بتظبط التصميم شوية. هاشتاج مع القضاء على البوتاجاز ال90 سم. ملوش زي